انا بس محتاج اعرف مين الشخص اللي قال ان المدمن شخص خسران كل حاجه عشان اقول له ان انت غلطان. المدمن ده اكتر شخص كسبان في الدنيا دي. تعالى يا صاحبي اقنعك انت كمان ليه المدمن هو اكتر واحد كسبان في الدنيا دي. لو بصينا للإدمان كآلية عمل مجردة من أي أحكام، هنكتشف إنه النظام الوحيد في العالم اللي نتيجته مضمونة 100%. المدمن يا صاحبي هو الشخص الوحيد اللي قدر يكسر قاعدة الاحتمالات ويضمن مكافأته في كل مرة بيمارس فيها فعله الإدماني. الشخص اللي بيتعاطى المخدرات بيكسب النشوة اللحظية اللي هو بيدور عليها في ثواني. هو محقق انتصار كيميائي كامل في واقعه الخاص، وقدر يفرض على مخه حالة من السعادة القصرية اللي مفيش أي ظروف خارجية تقدر تمنعه عنها أو تمنعها عنه، زيه زي مدمن المواد الإباحية وغيره وغيره وغيره. لكن هنا مكمن القوة في عقلية المدمن، لأنها عقلية بتلغي مبدأ الصدفة. عقلية المدمن هي عبارة عن نظام بيولوجي بيعتمد على إن الفعل ألف يؤدي إلى المكافأة ب، ولأن المخ البشري ما بيهتمش بإيه هو الدوبامين أو بمصدر الدوبامين اللي داخله، فهو بيتعامل مع نشوة المخدرات ونشوة الإنجاز ونشوة ما بعد التمرين بنفس المنطق. علشان كده يا صديقي المدمن دايما كسبان، لأنه هو الوحيد في العالم اللي لقى الزرار اللي أول ما هيدوس عليه هيحس إنه ملك العالم حتى ولو للحظات معدودة. الإدمان بيخلق حالة من العمل الاختياري. البني آدم الطبيعي اللي زيي وزيك كل يوم بيعاني مع الإرادة، كل يوم بيقول أذاكر ولا نام، أنزل التمرين النهاردة ولا ريح وخلاص. لكن المدمن ما عندوش الرفاهية دي، هو مجبور بفعل كيمياء جسمه. الإدمان بيحول الموضوع من اختيار لحاجة بيولوجية الجسم لازم ياخدها، زيها زي الأكل والشرب بالظبط. تخيل بقى الحالة الإدمانية دي لو دخلناها أو وظفناها في مجال تاني. مدمن التمرين مثلا بيكون متواجد كل يوم في نفس الساعة في صالة الجيم، ميعاد بيستناه وبيحسب له الوقت طول اليوم، بيجهز أكله ويظبط يومه ومواعيده على الساعة دي. هل هو بيعمل كده علشان هو الفورمة الأقوى في المكان؟ لا، هو بيعمل كده علشان هو أدمن شعور ما بعد التمرين، شعور ألم العضلات اللي بيحسسه بنشوة غير طبيعية. هو كسبان الجسم القوي والشكل المثالي كأثر جانبي لإدمانه التمرين. هو مش بيقاوم المروح للجيم، هو بيسعى وبيستنى الساعة اللي بيروح فيها الجيم زي ما متعاطي الهيروين بيسعى لجرعته. هما الاتنين محبوسين داخل نفق ما بيشوفوش فيه غير الهدف اللي هما حاطينه، وده بقى اللي بيخلي نتيجتهم حتمية. عندك مجال كمان زي مدمن العمل، ده شخص ما بيشتغلش عشان المرتب كهدف اول، هو ادمن شعور الانجاز. كل تاسك بيخلصه او كل عميل بيقنعه او كل بيعه بينجزها بتحسسه بنشوه غير طبيعيه، او كل بيعه بيعملها هي ضربه دوبامين عاليه جدا في مخه، وبالتبعيه بيبني ثروه ضخمه وبزنس عملاق كتوابع لعمليه الادمان دي. هو كسبان لانه بطل يحس بالتعب والوقت، لان احساس الانتشاء اللي بياخده من النمو والتطور مغطى على اي الم تاني. وكمان مدمن المذاكره ده بيكسب المركز الاول مش لانه الاذكى، بل لانه اتقن شعور التفوق المعلوماتي. كل معلومه بياخدها هي جرعه بتحسسه بقوته وبالسيطرة على العالم. هو بياخد نشوته في وقت المذاكرة والإنجاز اللي بيعمله، والنتيجة المتفوقة أو كونه دايما من الأوائل ده كله تحصيل حاصل. كل اللي قلتهم دول أمثلة إيجابية، لكن في كمان أمثلة تانية زي مثلا مدمن الدراما، ده شخص حياته ما فيهاش أي أحداث فبيحس بالملل، فبيبدأ يخلق مشاكل لنفسه وللي حواليه. ليه؟ علشان ياخد جرعة أدرينالين وبكده يكون كسبان. وبيكون كسبان برضه لما بيحس إن الأضواء مسلطة عليه وإن هو شخص له أهمية. هو أدمن شعور التوتر وعدم الاستقرار اللي هو بينشأه بنفسه بديل عن شعور الوحدة اللي هو عايش فيها. كمان مدمن السوشيال ميديا ده كسبان انه بيلهي نفسه وبيضيع وقت وبيشتت نفسه عن المشاكل اللي عنده. هو مش عايز يفكر في مشاكله فبيبدأ يدور في المشاكل اللي في العالم والكوارث الطبيعية او فضايح الفنانين والمشاهير والكلام ده، وبيعدي الفترة دي وبينسى مشاكله او بيتلاشاها، وبكده يكون كسب انه ريح دماغه. انت بقى، انا عايزك تقول لي ايه الفعل اللي لو انت ادمنته من اللحظه الحاليه حياتك هتتغير بالكامل، او الفعل اللي انت بتدمنه حاليا ولو بطلته برضه حياتك هتتغير بالكامل. اكتب لي ده في الكومنتس. السر الحقيقي ورا ان المدمن دايما كسبان هو ان الادمان بيلغي طاقة اتخاذ القرار. احنا بنفشل لاننا بنستهلك طاقة كبيرة جدا في اقناع نفسنا اننا نقوم نعمل الحاجة دي، انما المدمن مخه متمرمج مفيش تفاوض. وقيس بقى على ده اي هدف في الحياة، هتلاقي ان الادمان هو الطريق الاسهل والاسرع لاتقان اي حاجة في وقت قياس وتحقيق السعادة حتى لو كانت سعادة مزيفة. على فكرة البني ادم هو كائن مدمن بالضرورة، لان مخك متصمم يفرز مواد كيميائية كمكافأة لافعال
افعال انت بتعملها في يومك. اللعب بقى فين؟ انك تختار نوع المكافأة اللي انت عايز تدمنها. المدمن دايما كسبان في الحالة اللي هو بيدور عليها في لحظتها. الفرق بين مدمن المخدرات ومدمن التمرين او مدمن اي حاجة تانية هي الفاتورة اللي هيدفعها بعدين، لكن في لحظة الفعل الاتنين محققين اقصى درجات الانتشاء. كده احنا اتفقنا ان الادمان في الاصل مش مشكلة. الادمان هو المحرك اللي لو عرفت تستغله صح وتوجهه في الطريق المظبوط هيوصلك لاي نتيجة انت بتسعى لها. عايزك تبص بص حواليك كده، هتلاقي كل شخص ظاهر فيه ادمانه لحاجة معينة. هتلاقي ان كل شخص خارق في مجاله هو مدمن بشكل ما، مدمن تفاصيل، مدمن ارقام، مدمن انتصارات ونجاحات، لكن في الاخر مدمن. وفي الاخر اتمنى اكون اقنعتك ان المدمن دايما كسبان، لكن اختار الادمان الصح اللي انت عايز تدمنه. وما تنساش اللايك وشير لاكبر قدر ممكن كدعم ليا وعلشان غيرك يستفيد ويعرف وجهة النظر المختلفة، واعمل سبسكرايب عشان تشوف كل فيديو جديد. سلام.